واذكر ان رجلا ذهب مع ابيه ليحج البيت الحرام، وبينما هما في الطريق اذ شعر ابوه بمرض اجلسه، وبعد قليل مات ابوه، وكان ابوه ابيض الوجه، فلما مات اسود وجهه كأنه قطعة ليل. فقام الولد وغطى وجه ابيه سترا على حاله، وحزن الولد على سوء خاتمة ابيه، لكنه وهو مستغرق في حزنه اخذته سنة من النوم فنام بجانب ابيه. ابوه ميت وهو نائم، ابوه تخلصت الروح من جسده وهو خفت الروح عن جسده، فاذا به في المنام يرى انسانا ابيض الوجه كحيل العينين مشرب بحمرة، فيقول له: ألست تدري من أنا يا عبد الله؟ أنا محمد رسول الله، أنا محمد رسول الله، حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة. عبد الله، اذا قمت من نومك تكشف الغطاء عن وجه ابيك فسوف تجد الوجه كأنه قطعة قمر، فقد شفعت له عند الله. قال الغلام: وما سر شفاعتك له يا رسول الله؟ قال له الحبيب المصطفى: لأنه كان كثير الصلاة والسلام علي، وأنا شفيع من صلى وسلم علي. الله. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. وقام الغلام من نومه فكشف الغطاء عن وجه أبيه فوجده كما أخبر سيد الأنبياء، وجد وجه أبيه كأنه قطعة قمر ليلة التمام، ليلة التمام. سيدي يا رسول الله، اهديك صلاة وسلاما كأنهما هالات النور او باقات عطور او اكاليل